يا جمال الشتاء ووصفات الشتاء، ومن اعظم اكلات الشتاء اللفت. حشري كده في وسط كل اكله، جميل كده لما تحطيه جنب طبق عدس ولا جنب طبق كريسبي قرنبيط، حلو جدا. والميه بتاعته كده تشربيها زي الشربات، بسم الله ما شاء الله، جميله قوي. بصوا شكله كمان، ده انا كمان كلت منه بعد بالظبط 48 ساعه، يعني ما قعدش في المحلول بتاعه كتير. تعالي بقى نشوف الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. انا جبت 4 كيلو من اللفت، ونضفتهم كويس وظبطتهم. اوريكي بقى انا عملته ازاي. انا جبت الاول او باي حاجة، جبت بنجرايه، قطعتها ونضفتها وحطيت عليها ميه سخنه وركنتها على جنب. وجبت بقى اللفت بتاعي، ابتديت ان انا انضفه زي ما انت شايفه كده. انا شلت العروش بتاعته وشلت الطينه بتاعته. اللي عايزه تعمله بالعروش بتاعته مفيش مشكله، عادي، سهل جدا ووصفته سهلة جدا. وكمان لو عايزة تخزنيه لشهر رمضان انا هقولك تعملي فيه ايه عشان يفضل معاكي مقرمش. انا ابتديت ان انا اقطع كده فيه وانضف فيه كده كويس. تعالي نشوف بقى المحلول بتاعنا. انا غليت مية سخنة في الكاتل، وحطيت مية سخنة فيه، وحطيت على كل كيلو من اللفت حطيت معلقة ملح، وحطيت على الكمية كلها نص معلقة شطة، ودي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة براحتك. وكمان حطيت حوالي ربع كوباية من الخل، وابتديت انزل بيهم كده على المحلول، وسبتهم على جنب لحد ما يبرد خالص. بعد كده جبت اللفت بتاعي بعد ما قطعته ونضفته كده من الطينه بتاعته، غسلته غسله كويسه جدا بالفرشه بتاعه الخضار، وابتديت ان انا انضف فيه كويس قوي. وبين العروش كمان كنت بنضف فيه بالفرشه علشان الطينه اللي بتكون متراكمه جواها. نيجي بقى نقطعه، قطعيه بالمنظر بالشكل اللي انت حباه او بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه تقطعيه مكعبات او عايزه تقطعيه سلايز، براحتك خالص زي ما انت ما عايزه. انا قطعته بالطريقه اللي مريحاني، وانت كمان قطعيه بالطريقه اللي مريحاكي. عايزه بقى تسيبيه لشهر رمضان، حطيه بحاله، ما تقطعيهوش، يعني سيبيه كده الحبه بحبتها كده وسيبيه. وخليه كده عادي من غير ما يتقطع. نيجي بقى احنا هنا بعد ما نضفناه وقطعناه كويس جدا، نيجي بقى للبرطمان. عايزه البرطمان تحطيه في ميه، تجيبي برطمان بلاستيك، تمام. عايزه تجيبيه ازاز برضو مفيش اي مشكله. وتجيبي تحطي كده نص الكميه تحت خالص، وبعد كده تجيبي البنجر وتحطيه. البنجر مش مضر خالص، البنجر للحديد وحلو قوي كمان مع اللفت، حلو جدا. وفي ناس كمان بتعمله من غير اللفت. انا عملته عملته من غير البنجر وعملته بالبنجر، يعني عملت منه 2 نوعين. وحطيت كده اللفت بتاعي، عملت بيه البرطمان كله. وكمان كان عندي قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، حطيتهم برضو يزود من الطعم بتاعه. حطينا بقى البنجر بتاعي، وابتديت ان انا بقيت البنجر، وابتديت ان انا انزل بالمحلول بتاعي شوية بشوية زي ما انت ما شايفة كده، لحد ما مليت البرطمان بتاعي. بعد ما مليته خالص جبت بقى البرطمانين. ادي البرطمان ده اللي انا عملته بالبنجر، والتاني اللي جنبيه ده اللي انا عملته من غير البنجر. وقفلته كويس قوي وسبته لحد تاني يوم بالليل، لحد بالظبط 48 ساعة. خد بالظبط 48 ساعة معايا، وطلعت منه وكلنا منه مقرمش وحلو جدا، وبسم الله ما شاء الله جميل جدا. وريحته اول ما تفتحي البطرمان جميلة خطيرة. بصي كده شكله ومنظره جميل قوي، يتاكل كده حتى مع حتة جبنة، بيتاكل كده بالمنظر ده، حلو جدا. وبألف هنا وشفا. انا هسيبلك في صندوق الوصف بتاعي، هسيبلك المقادير، هسيبلك كمان العدس، وصفة العدس اللي هو الهندي. انا ما عملتش العدس المصري، انا عملته هندي. وعملت كمان كريسبي القرنبيط، ما بيشربش زيت وحلو جدا، وعملت منه صينية. وبألف هنا وشفا. معاكي ام يوسف.